السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشباكيه كتجي سهله. عندي كيلو ديال الدقيق، عندي كاس ديال جنجلان محمر ومطحون، عندي معلقه ونص ديال النافع، عندي معلقه ديال القرفه، معلقه كبيره، عندي المسكه الحره دقيتها مع شويه سنيده، هنا خديت صفار ديال البيضه، عندي كاس ديال زيت زيتون، تقدروا تعوضوه بالزيت الزيت العادي ديال المائده، وعندي قبيصه ديال الملح، عندي هنا نص كاس ديال الزبده اللي ذوبتها مزيان وحيد منها الماء، غادي نحاول نحربل هذا الشيء باش يدخل في الدقيق مزيان. كتجي ساهله بلا دلك بلا والو. انا درتها حتى لاخر لحظه ديال رمضان. هنا انا خديت 250 مليلتر ديال الماء الزهر مع نص كاس ديال الخل، وضفت معهم شويه ديال زعفران شعره باش يعطينا اللون. غادي نحاول نجمع العجين. هنا من بعد ما جمعت العجين ما دلكتها ما والو، غادي نغطيها ونخليها ترتاح. هنا من بعد ما خليتها ارتاحت مزيان، انا خليتها تقريبا 5 سوايع، قطعتها. تشكلوا على شنو ما بغيتو نتوما، تقطعوا على العدد اللي بغيتو، وغديروا في بلاستيك باش ما يبردوش لينا. من بعد غادي ندلكها بالمدلك، وغادي نطويها. غير باش تسهل معنا انا غنطوي نخليها هكا طويله. وغادي نديرها في بلاستيك باش ما تبردش. غادي نستمر على هذه الكيفيه تنكملهم كاملين، نبقى نطلق شويه ونجمعها ونطويها. وهنا هي خديت هذيك القطعه الاولى اللي كنت خدمت بها، قطعتها، غادي ندلكها بالمدلك على حساب الماكينه اللي عندك العرض ديالها. هاو تقطعت على جوج باش نخدم كل طرف بوحدو وما تضيعش معايا العجين. هنا انا غندوزها في الماكينه، كل واحد على حسب الارقام ديالو. انا عندي الماكينه الارقام الصغار هما الكبار، كنبقى ندوزها حتى تطلق مزيان معايا. انا اخر رقم دوزتها فيه هو رقم 3. هنا من بعد ما طلقتها غادي ناخذ جراره ونقادها قطعه. انا قطعت 5، كنحسب 2 3 4 والخامسه تنقطع. انا هنا تناخذ الاولى وتنقلبها على الثالثه، تكون طرقه الثانيه على هذا الشكل. كنقلبها وتنحاول انني نلصقها باش تثبت معايا، وتناخذ هادو بجوج وتنحطهم على الاخرى الخامسه. نحاول نقادها ونلصق هاد القنت مع هذا على هذا الشكل
نحاول نقرصها مزيان. هنا من بعد ما غنتهي انا من الكميه كامله غادي ندير الزيت سخون مزيان. هنا كنت بديت كنقلي، درت الزيت سخنات مزيان ودرت الشباكيه ديالي كتقلى. انا تناخذ هذا اللون، انا مازال غتاخذ اللون في العسل، غادي نحطها في العسل. تنخليها تشرب العسل مزيان، عاد كنزولها. هنا حطيتها في الكسكاس وزينتها بجنجلان اللي ديجا حمرته قبل. كنستمر في القلي ومن بعد كنحط في العسل حتى نكمل الكميه ديالي كامله. كتجي زوينه بزاف وفي نفس الوقت شاربه العسل، كتجي مجعبه. انا هنا ما غاديش تشوفوها معايا في صحن التقديم لانه كانوا طالبينها مني شي ناس، يعني درت النيشان درتهم في البواطه ديالهم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم بصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.